السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم امجد اسامة وفيديو جديد من سلسلة شروحات وفارمات ماينكرافت. في الفيديو ده يا شباب زي ما انتم شفتوا من العنوان او الصورة المصغرة، احنا بنستهدف فئة معينة من الناس. الفئة اللي هي ما بتحبش تترقب او تنزل الكهوف، بتخاف مثلا من الزومبي او الوحوش او نوب يعني بمعنى اصح. فالفيديو النهارده ده ليكم، لان انا هعلمكم ازاي تعملوا اسهل واسرع فارم ايرون في ماينكرافت كلها. والفارم دي بتتكون من حاجات بسيطة، ولا بنبدأ في الشرح على طول. بس قبل ما نبدأ، لو انت وصلت لحد هنا مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي اي تعليق محفز وتضغط لايك وانت تحت بالمرة. وهي دي يا شباب الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الشرح. خدها سكرين شوت ولا نبدأ في الشرح على طول. اول حاجة هتحتاج منطقة مسطحة بالشكل ده كده، وهتيجي في نص المنطقة تقريبا وهتحفر مستطيل 7 في 6. هتخليها دورين، يعني 6 في 7 وارتفاع بلوكيتين. هتبقى معاك بالشكل ده كده يا شباب. تيجي تقريبا في النص وهتحفر حفرة 3 في 3 بالشكل ده كده، وهتخليها 4 بلوكات ارتفاع بالشكل ده كده يا شباب. وهتيجي في الناحية اللي فيها بلوكاية واحدة، لأنها هتتقسم معاك بالشكل ده. كل ناحية يبقى فيها بلوكايتين، ما عدا ناحية واحدة يبقى فيها بلوكاية واحدة. هتنزل تحت وهتحفر بالشكل ده كده 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده. وهتيجي في نص دي وهتعمل 1 2 3 4 5. وهتيجي تطلع سلالم بقى يا شباب بالشكل ده كده، عشان دي هتبقى المخرج بتاعك من المزرعة. هنحط بلوكية بدل اللي احنا شلناها دي هنا. بالشكل ده كده يا شباب. وبعد كده يا شباب هنجيب التورشز والبوت والسلابات والتراب دور والبدات هنجيبها برضو. هنطلع هنا يا شباب وهنعمل بيد 2 3. اهم حاجه يكونوا وشهم في الناحيه دي كده يا شباب. وهنجيب التورشز، هنحط واحد كده وواحد كده، واحد 2 واحد 2. وهنطلع على كل سلمه ونحط تورش. واخر واحده هنحط فيها بلوكايه. وهنجيب تراب دور ونحطه بحيث يكون وشه بالشكل ده، واحد كمان بحيث يكون وشه بالشكل ده، يكونوا في وش بعض يا شباب. وهنفتحهم بالشكل ده كده. وهنجيب الاسلابات، نحط واحد كده وهنحط التاني كده. وهنجيب تراب دور يا شباب. بس استنى، اول حاجه هنجيب بلوكايه، هنفوت مكان سلابايه وهنحط بلوكايه، وهنروح جايبين تراب دور وحاطينه تحت البلوكايه. وهنحط تحت التراب دور يا شباب تراب دور كمان بالشكل ده كده. وهنشيل الفوقاني وهنكسر البلوكايه بحيث يبقى معانا بالشكل ده كده يا شباب. لا احنا عايزينه يكون في وش كده، عايزين يكونوا كده يا شباب في وش كده. نحط واحد تاني وهنكسر ده بحيث يكون في الوش كده. ايوه بحيث يفتح بالجنب كده يا شباب. وبعد كده هنجيب البوت وهنحطه بالعرض كده. بعد كده هنجيب القراوين يا شباب. طبعا عشان انا كرييتيف فمعايا السبون ايج، لكن لو انت سرفايفل تتصرف وهتجيب 3 فيليجرز 1 2 3. هنطلع فوق يا شباب وهنقفل المساحة دي كلها. وهنيجي في اي ناحية فيها 2 بلوكات بالشكل ده كده، وهنحفر يا شباب. نيجي في اي ناحية يا شباب فيها 2 بلوكات وهنحفر بالشكل ده كده 1 2 1 2. وهنجيب الهوبرز وهنشفت ونحطهم في الاتجاه ده كده يا شباب. هنحفر بحيث تكون الهوبرات بالشكل ده كده. في هوبر محطوط غلط.
نطلع بس نحط الشيستات. وهننزل نحط الهوبر على الشيست. نتأكد ان كلهم معمولين كده، الهوبر على الشيست، بحيث ان احنا نرمي اي بلوكاية نروح نلاقيها في الشيست هنا بالظبط كده يا شباب. وبعد كده هنجيب الساينات وهنجيب البلوكات، بلوكات البناء، وهنحط 1 2 3 4 بالشكل ده كده. نشيل الزيادة دي ونحطها هنا اهو. وهنجيب الساينات يا شباب وهنحط 1 كده، 1 كده، 1 تحت، 1 تحت، وهنحط 1 قصاد ده، 1 قصاد ده، وهنجيب اي بلوكايه نقف عليها وهنشفت ونحط 1 كده، لا مش كده ولا كده يا شباب. نحط بلوكايه كمان بحيث يكون فوق يا شباب، واخدين بالكم بالشكل ده كده. 1 هنا كمان. بعد كده هنجيب بوكيت اللافا وهنحطه كده اهو. هو البوكيت هيتمدد وهيملى البلوكايتين دول بالشكل ده كده. وبعد كده يا شباب هنجيب الشافل وهنيجي من كل ناحية وهنعمل 7 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7، بحيث ان الايرون جوليم ما يترسبنش حوالين المنطقة بتاعتنا ويترسبن في قلب المنطقة نفسها. الشكل ده كده يا شباب. وكده يبقى خلصنا المساحة اللي هي 7 في 7 حوالين المربع ده. وبعد كده هنجيب ووتر الباكت، قصدي باكت الووتر، باكيتين بتوع الووتر، وهنحط 1 بالشكل ده، 1 في الجهة المقابلة بالشكل ده كده يا شباب، بحيث ان هما يتقابلوا في النص وما يخشوش في الهوبرز دول. فاحنا بعد كده هنعمل ايه بقى يا شباب؟ هنجيب السبون ايج بتاعت الزومبي وهننزل في الفتحة اللي احنا عملناها اللي هي ده اهي. هنحط الزومبي هنا بحيث ان هو ينزل يركب في البوت فيخوف الفيليجرز، فيروح الايرون جوليم مترسبن بالشكل ده كده يا شباب. زي ما انتم شايفين الايرون فارم اشتغلت، فاضل حاجة واحدة بس، ان هي انت تقعد تقفك جنب منها. احنا هنقف نقفك يا شباب 5 دقايق كده وهنوريكم الايرون فارم طلعت قد ايه. وادي يا شباب كده بعد ما قفكت حوالي 5 دقايق والايرون فارم شغاله لسه زي ما انتم شايفين، لسه شغاله. تعالوا كده نبص نشوف طلعت كام في ال5 دقايق دول. هي يا شباب طلعت حوالي 59 ايرون انجوت. هو مش 5 دقايق بالظبط يعني، وانا قعدت حوالي 10 دقايق حاجه زي كده. فلما تطلع الرقم ده في 10 دقايق تخيل ممكن تطلع قد ايه في ساعه. احسبها انت بقى مع نفسك وقول لنا في التعليقات تحت. بس كده يا شباب، اتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم امجد من قناتكم امجد كرافت.